صحابي، تعالوا بقى اوريكم العظمه دي اتعملت ازاي. ولو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشوفوا بقيه الوصفات اللي على قناتي. اول حاجه كل اللي احنا هنحتاجه ان احنا هناخد دقيق متعدد الاستخدامات. هنجيب اللي هو الدقيق العادي بتاعنا. انا هنا عملت بمعيار كوبايه وربع، ولو مش عايزين تستخدموا معايير عاديه او عشان ما تتلخبطوش كل اللي احنا هنحتاجه هنجيب معلقه الاكل العاديه الكبيره بتاعتنا، وهنحط منها ممكن كده بما يعادل من 8 ل 10 معالق. وشوفوا زي ما انتم بتحطوا كده، وهتلاقوا في الاخر ان العجينه هتلم معاكم. لو احتاجتوا دقيق تاني تقدروا تحطوا، فممكن يختلف على حسب من نوع دقيق للتاني. بس في الاول وفي الاخر احنا هنبقى حاطين شويه دقيق على جنب عشان لو احتاجناهم. ده كده الدقيق اللي انا احتاجته. وبعدين هنزل بقى بمعلقتين كبار من السمنه، وهبدأ بقى هنا دي اهم مرحله علشان العجينه تطلع معايا حاجه كده طريه جدا. كل اللي انا هحتاجه ان انا هفضل ادخل الدقيق في السمنه لحد ما الدقيق كله يشرب من السمنه اللي عندي. الموضوع مش هياخد مننا وقت خالص، بس دي اهم مرحله. ده كده شكله بقى شكله قالب على شكل رمل كده شويه بعد ما كل الدقيق دخل في السمنه. وهنا كده شكله وانا ماسكاه بوريكم القوام بتاعه يبقى عامل ازاي. كده انا اتاكدت ان كل الدقيق شرب من السمنه اللي عندي. هبدا بقى انزل عليه ببضايه. اهم حاجه ان البضايه دي تبقى في درجه حراره الاوضه. وهنزل عليه بمعلقه صغيره ملح ومعلقه كبيره بيكنج باودر. بعدين هبدا بقى التركه هنا ان انا هعجنه بالزبادي. مش هحتاج ان انا احط له اي مواد دهنيه تاني عشان ما يبقاش تقيل قوي. هجيب كوبايه صغيره زبادي اقسمها على نصين. انا هنا حطيت النص الاولاني علشان برضو زي ما قلت لكم حسب الدقيق بتاعي هيشرب قد ايه. فانا في الاخر احتجت هي كوبايه صغيره من الزبادي. هنا كنت خلصت اول نص، وهنا بدات احط النص التاني علشان العجينه تتلم معايا. انا بوريكم بالتفصيل ازاي العجينه هتتلم معانا علشان تبقوا واخدين الخطوات اول باول. هنا بقى كده شكلها شايفين هي مش بتلزق خالص. وبعدين انا هسيبها لمده ساعه ترتاح وارجع لها. في الفترة دي هعمل الحشوة بقى. هحتاج لحمة معصجة انا عملتها بالصلصة، وهحط عليها شوية ميكس كده من فلفل الوان، وممكن تضيفوا لها بصل زيتون اللي انتوا بتحبوه. بس انا اكتفيت هنا بفلفل الالوان. وهرجع لها. hour later. ورجعنا بقى بعد ساعة. شايفين العجينة بجد يعني بتروح وتيجي معايا وحاجة كده فلافي، وتقدروا تشكلوها زي ما انتوا عايزين. ده كده شكلها. انا بدأت الاول افردها عندي وشفتوا شلتها وحطيتها ازاي ما لزقتش مني خالص. اول حاجة بدأت اعملها كده بايدي بان انا افردها شوية. وفي الاول انا عايزة برضو اخد شكل الدورية، فبدأت بعد كده بقى اجيب النشابة بتاعتي وابدأ ان انا اعملها على شكل دورية شوية كده. مش شرط انها تطلع بيرفكت قوي لان في الاول وفي الاخر احنا لسه هنلفها، فمش محتاجين قوي ان هي تبقى شكل دورية مستقيم. فانا بدأت اعملها كده الفها واحدة واحدة. وزي ما انتم شايفين هي العجينة بجد بتروح وتيجي معايا. فما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتدخلوا تشوفوا في وصفات تانية بنفس العجينة دي. هسيب لكم اللينك بتاعها بعد شوية. هنا كده انا بدأت بقى الفقرة التانية وهي فقرة التقطيع. اول حاجة هنحتاج طبق صغير على حسب طبعا العجينة بتاعتكم. ده الطبق اللي انا احتاجته العجينة. وبعدين هبدأ بقى في الخط اللي انا عملته بالطبق ارص عليه اللحمة. اللحمة هتترص بالظبط في نفس الطرف اللي احنا عملناه اللي احنا حطيناه بالطبق. وهبدأ بقى ان انا الفه حواليها كده كلها. ولو احتجتوا ان انتوا تزودوا تاني ممكن تخلوها عريضة. انا هنا كنت عاملاها وسط لان هي ده الحجم اللي انا احتاجته للعجينة بتاعتي. ونبدأ بقى هنا المرحلة التانية، وهبدأ ان انا افتح الاجزاء الداخلية كده منها بسكينة رفيعة لا اللي ما قدرش يوصل لها القطعة بتاعتي. وبعدين هبدأ بقى هنا بطريقة اللف. هي ما فيهاش اي حاجة صعبة، انتوا ركزوا كده هتعرفوا تجيبوها. كل اللي انا هحتاجه ان انا بسيب واحدة واخد اللي بعدها وارجع اخد اللي انا سبتها. بس كده ما فيهاش اي حاجة خالص وسهلة وبسيطة. لو عايزين تعملوها كلها ورا بعض ممكن برضو هتديكوا نفس الشكل، فما تعقدوش الدنيا عادي. ممكن تعملوها زي ما انا عملتها او ترجعوا تعملوا تحطوا واحدة ورا التانية. انا هنا عملت لكم الطريقتين. عملت اول كام واحدة بالطريقة اللي هو اسيب واحدة واخد تانية وبعدين اخدتهم ورا بعض. هنا كده كانت اخر واحدة قفلتها. وده كده شكلها بجد حلو قوي.
ويبان ان هي فيها مجهود وصعبة، بس هي سهلة وبسيطة خالص. كل اللي هحتاجه بقى ان انا هنقلها على صينية عندي، ممكن من الاول تعملوها على ورق زبدة لو عايزين ترفعوها مرة واحدة، واحطها على صينية مدهونة. ده كده كان بعد ما طلعت من الفرن، هي بتاخد بالظبط 10 دقايق. دي كده الاشكال التانية هوريها لكم في لينك فوق. وده كده بعد ما طلعت من الفرن ب10 دقايق. خلي بالكم هي مبتاخدش وقت خالص في الفرن. هنزل بقى بمعلقة صلصة بيتزا، وابدأ ان انا اخد من جوه لبره على الاطراف. ولو عايزين تدهنوها ببيض تقدروا تدهنوه بيها، انا استبدلت البيض بصلصة البيتزا. وممكن نجيب اي صلصة عادية ونحط عليها معلقة صغيرة خل وزعتر وملح وفلفل، وهيبقى معاكوا احلى صلصة بيتزا. هنا بقى هبدأ انزل بالموتزاريلا بتاعتي، نزلتها في النص علشان عشان كده كنت سايبة النص فاضي. وده كده شكلها قبل ما ادخلها على الشواية، وده كده بعد ما طلعت حاجة كده يعني شكلها حلو قوي قوي، وطعمها كمان خطير. في الاول وفي الاخر هي فطيرة لحمة بس بشكل مختلف، وحلوة جدا للعزومات لو حطيتوها في السفرة. بجد شكلها حلو قوي، يبان ان انتوا عاملين فيها مجهود وهي سهلة قوي. فاشوفكم في وصفات تانية كتير، وبالهنا والشفا، بون ابيتي. واشوفكم في وصفات تانية. باي.